السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير ان شاء الله. والفيديو ديالي يلقاكم دائما في احسن الاحوال. فيديو جديد ان شاء الله على القناه اللي جيت نشارك معكم ان شاء الله عاوتاني واحد الكيكه كتكون زوينه، يعني للضياف ديالكم ولا يعني تفرحوا بها غير عائلتكم. وغنديرها ان شاء الله عاوتاني بواحد الكريمه. المهم هنايا كنحتاج في المقادير ديال الكيك ديالنا. هنايا عندي واحد هاد الكيسان هكا معامرين، تقدروا نتوما يعني تعمروهم. يعني انا غنستعمل غير المول ديال 24 سنتيم. يعني الا كنتو غديروا يعني المول الكبر تقدروا تعمروا يعني الكيسان ديالكم. هنايا عندي كاس ديال الزيت ما عامرش كما كتشوفوا، يعني بحال نقص واحد الصبع ديال يعني باش يعمر. كاس ديال السنيده كما كتشوفوا كاملين معامرين. كاس ديال الحليب، عندي هنا 3 البيضات، عندي فانيلا، عندي هنايا 2 خمارات، هنا عندي 3 المعالق صغار ديال قهوه سريعه الذوبان، وعندي هنا 250 غرام ديال الدقيق يعني نوعيه جيده. غنقول لكم يعني بالضبط واش يعني الكيك ديالنا هزات هاد 250 ولا نقصت شي حاجه ولا شي حاجه. المهم دابا غندوزو ان شاء الله نحضروا الكيك ديالنا. هنا كما كتشوفوا البنات كيف العاده غناخذ هاد نيسكافي اولا قهوه سريعه الذوبان، غنخلطها مزيان مع هاد الحليب. هذا الحليب كيكون يعني درجه ديال المطبخ، يعني ما كيكونش يعني لا بارد لا حتى شي حاجه. دابا غنخلط مزيان ان شاء الله هاد العناصر، عاد ندوز ان شاء الله يعني نوجدوا في البيض ديالنا مع السنيده مع الفاني مع واحد القبيصه ديال الملح. هنا كما كتشوفوا البنات خديت دوك 3 البيضات، خديت ديك الفانيا وديك القبيصه ديال الملح. غنزيد دابا ان شاء الله ديك الكاس ديال السنيده، يعني غنطرب كلشي بالطراب الكهربائي. وكما كتشوفوا كيجي الشكل ديال القهوه ديالنا مع داك الحليب، كيجي على هذا الشكل بحال هكا كما كتشوفوا. يعني كيعطي واحد المذاق رائع يعني الكيك ديالنا. صافي غنطرب دابا هاد العناصر كامله، عاد نبدا نزيد عاوتاني يعني الزيت على شكل خيط كيف العاده. يعني كيطلع الكيك ديالنا يعني هشيش وكيجي طالع ما شاء الله. كما كتشوفوا البنات صافي الشكل ديال الخليط ديالنا كيجي على هذا الشكل. دابا غنبقى نزيد يعني الزيت تدريجيا وانا كنخلط حتى كنسالي كاع داك الكاس ديال الزيت اللي عندي. عاد نرجع معكم ان شاء الله. كما كتشوفوا كيجي الخليط ديالنا على هذا الشكل بحال هكا. دابا غنزيد داك الكاس ديال القهوه مع الحليب صافي ونخلط جيدا صافي. وعاد نبدا ان شاء الله نزيد الدقيق والخميره تدريجيا. كما كتشوفوا صافي ها هو الخليط ديالنا تخلط مزيان. دابا غنبدا نزيد يعني الدقيق تدريجيا، وغنزيد داك 2 خمارات وانا كنخلط. المهم البنات الكيك ديالي هز ليا 250 غرام ديال الدقيق، كيجي القوام ديالو على هذا الشكل بحال هكا، يعني ما خفيفش وعاوتاني ما ثقيلش. ودائما كنهزو يدينا يعني للفوق الا بغينا نخويو يعني الخليط ديالنا. دابا غنجيب المول ديالي اللي هو مدهون يعني بالزيت ولا بالزبده ومرشوش بشويه ديال الدقيق. تقدروا ديروا ورق الطبخ اللي يعني متوفر عندكم ونرجع معاكم. المهم البنات كما كتشوفوا هو المول ديالي يعني مدهون ومرشوش بالدقيق. غنهز يدي الفوق ونخوي الخليط ديالي، عاد نجيب ديك الكريمه ان شاء الله. بالنسبه للكريمه سمحوا لي يعني مشى ليا داك المقطع فاش وجدت يعني ديك الكريمه ديال الكوك مع يعني الحليب خديته وسخنته، عاد يعني زدت عليه خليته حتى سخن يعني يلا غادي في درجه الغليان، وزدت عليه الخل وشويه ديال الملحه كيجي على شكل ديال الجبن. عاد جيت كنطحنو هو ولا يعني جوز الهند ولا الكوك مع السنيده وواحد نص كاس ديال الحليب العادي يعني السائل، وكيعطينا ديك الكريمه. المهم البنات صافي الكيك ديالي درتو في هذا المول هكا صافي. يعني حاولت نقاد بحال هكا على هذا الشكل صافي. دابا ان شاء الله غنجيب ديك الكريمه وسمحوا لي يعني ما شاركتش معكم هذيك يعني الكريمه كتجي زوينه بزاف. المهم البنات ملي كطيب الكيكه ديالنا كتجي على هذا الشكل. هانتوما
الشكل ديال الكريمه درتهم على شكل يعني دوائر، يعني دورت على الكيكه ديالي بحال هكا. دابا غنجيب في هذه المرحله هذه تقدروا ديروا مربى ولا الناباج اللي متوفر عندكم، وكتزينوا يعني كيبقى لكم يعني تزيين اختياري. صافي دابا المهم البنات ملي زينت الكيكه ديالي كتجي على هذا الشكل، دهنتها بالناباج يعني كلها بحال هكا. تقدروا ديروا يعني المربى ديال المشماش يعني جناب، يعني درت داك جوز الهند ولا الكوك يعني محمر. صافي وزينت بهكا بالحبيبات ديال الشوكولاط. صافي كما كتشوفوا ديك الكريمه بحال هكا كتجي بحال هكا. هانتوما كيجي المنظر ديالها رائع. كنتمنى ان شاء الله هاد الكيكه هادي تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، وتجربوها لوليداتكم والضيوف ديالكم. هنا كيسالي الفيديو ديالي، ما تنسونيش بلي لايك والاشتراك في القناه، وشكرا لكم دائما على حسن التتبع والمشاهده. Sushi.